السلام عليكم. شهرين، 60 يوم بالتمام والكمال. هل يا مستر اقدر الم فيهم المنهج؟ هل هقدر اجيب كلية نفس الكلية اللي هيجيبها زميلي اللي بيذاكر من اول السنة؟ الاجابة طبعا. ده مش لا طبعا، باذن الله. بص يا حبيبي، هقول لك على حاجة. انا كان عندي طلبة والله العظيم بيذاكروا من اول السنة، وبيجتهدوا وبيشدوا على نفسهم، وجم اخر السنه اللي حصل له ظرف، اللي يئس، اللي تعب، اللي قاعد في البيت قال لك انا مش هروح دروس، خلاص انا هبدا اذاكر في البيت، انا هحل مع نفسي في البيت. وده للاسف ما جابش كليه حلوه اطلاقا. في بقى طلبه تانية، ودول بقى اللي شدوا في اخر شهرين. والله العظيم والله العظيم، وانا ربنا شاهد على الحلفان بتاعي، كان عندي طالبه وفي اخر شهر، ودي كانت تعبانه واجتهدت في اخر شهر، والله يعلم ان هي في كلية طب عشان شدت آخر شهر. وفي ناس تانية شغالة من أول شهر 8 لحد شهر 5، جت في الآخر من 5 لحد شهر 6 ليوم الامتحان، ودول بيذاكروا في البيت أو ما اجتهدوش في المذاكرة، ما جابوش كليات، ما جابوش كليات كويسة. رغم ان هو لو كان اجتهد آخر شهرين كان هيجيب حاجة كويسة. وكان عندي بعض الطلبة ومن خلال خبرتهم في المذاكرة والاجتهاد بتاعهم قالوا لنا ان اخر شهرين هم دول الخلاصة. انا مش بقول لك كده عشان اقول لك يلا روح اجري وذاكر، حتى لو انا بقول لك كده عشان تقوم تجري وتذاكر، اكيد عشان مصلحتك. بس هو فعلا اخر شهرين هم دول اللي بيجيبوا المجموع، هم دول اللي بيخليك تجيب كليات قمة. صدقني مش هنضحك عليك لما نقول لك ان انت ممكن تكون من الاوائل. بس فعلا لو بدأت من الخطوة دي وشديت على نفسك من دلوقتي واجتهدت، خد نفسك كده وخش المطحنة واتطحن، اتعب، ذاكر، اجتهد. وكل ما انت بتجتهد ربنا وبيشوفك، طبعا ربنا شايفك ومطلع عليك وعارف قد ايه انت بتجتهد، وسهرك وضغطك، ربنا ان شاء الله هيديك. بص هقول لك على حاجة. غامر عشان تكسب، غامر عشان تفرح، غامر عشان تفرح اللي حواليك وتفرح اهلك. اكيد ربنا يعين لك حاجة كويسة. مش هطول عليك، ربنا يوفقكم ويصلح لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم جيو سعيد علي.